عندك كوبايه دقيق ومعلقتين نشا. تعالي بقى هنعمل الكميه الحلوه دي بكوبايه دقيق واحده، ومن غير ولا بيض ولا لبن ولا زبادي ولا اي حاجه خالص. هو يا دوبك كوبايه دقيق ومعلقتين نشا، هتطلعي معانا احلى واجمل الحلو. تعالي بقى اوريها لك من جوه، شاربه الشربات بتاعها ومقرمشه من بره وتحفه. طبعا القرمشه بتاعت بره دي سر معلقه النشا اللي احنا حاطينها، ومن جوه شاربه الشربات بتاعها وخمره وطعمها تحفه. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول ونبدا مع بعض. لو اول مره تشوفيني حطي لي احلى اشتراك من ايدك، وما تنسيش اختك حبيبتك تحطي لي احلى لايك. انا هنا عندي كوبايه دقيق ومعلقتين نشا هرمي. معلقتين النشا الهرمي حطيتهم في الكوبايه، عملوا معايا نص كوبايه. تمام تمام. نفس الكوبايه هجيب ميه من الحنفيه واحطها. انا هنا عايزه حله عشان هنطلع بيها على النار، مش عايزه طبق. تمام تمام. نص معلقه خميره فوريه اللي هي بتبقى في اكياس موجوده، وعليها ذره فانيليا عشان تدينا ريحه حلوه. الفانيليا في الحلويات بتبقى جميله جدا. ربع معلقه ملح، معلقه زيت. لو عايزه تبدلي الزيت بسمنه مفيش مشكله، بس انا هنا عامله لك اقتصاديه، يعني جايبه لك اقل التكاليف. السمنه برضه هتبقى جميله جدا. هندوب الخميره كويس جدا مع الملح، وهنقلبهم كويس جدا مع بعض. انا هنا ما حطيتش سكر، وهقول لك ليه دلوقتي انا ما حطيتش سكر. يلا بينا نطلع على النار. انا هنا مولعه النار عادي جدا، عايزه الميه بتاعتي تبقى سخنه. يعني انا هنا بسخن الميه بتاعتي مش بغليها. ما ينفعش تغلي معاكي الخميره، ما ينفعش تغلي، هتبوظ منك ومش هتنفع. لازم تدفي يا دوبك الميه، بس الجو ساقعه فالميه ساقعه، فاحنا هنا هندفيها. وطيت النار وبعد كده نزلت بالدقيق بتاعي. طبعا اول ما تنزلي بالدقيق بتاعك توطي النار عشان ما يتلسعش منك. نزلت كمان بمعلقتين النشا بتوعنا، معلقتين هرميين يعني معلقتين كبار. هشيل المضرب خالص كده، لان المضرب مش هينفع، العجينه بتاعتي هتتقل وما ينفعش معايا المضرب. وهجيب معلقه، اي معلقه عندك واشتغلي بيها. انا هنا لازم اسوي العجينه بتاعتي. ليه اسويها؟ لونها هيتغير معانا، وهقول لك دلوقتي لما نسويها هتوصل لمرحله حلوه هتبان قدامك. طول ما انت شغاله والعجينه بتتقل يبقى انت ماشيه صح. الخميره بتتفاعل مع الدقيق، والهواء بيطلع من السخونيه بتاعت النار، فكده العجينه بتتقل. كل ما بتتقل يبقى احنا كده تمام. هنبتدي بقى نقلبها كده لغايه كمان لونها ما يتغير. هي لسه هتتقل اكتر من كده، وكمان لونها هيتغير وهتبقى جميله جدا دلوقتي. هوريها لك. احنا كده ماشيين صح، ما تقلقيش منها وتقولي لا دي تقلت مني، لا دي عجنت، لا مش عارف ايه والكلام ده، وتخافي لا خالص. اهي. اهم حاجه بس تدوسي عليها كده عشان لو في اي ضيق معانا او في اي تكتلات تفك منك، وفي نفس الوقت كمان تستوي كلها يبقى لون واحد، كله ياخد نفس السوا. لازم تضغطي عليها كده اهو. واهم حاجه تكون نارك واطيه. البخار اللي انتوا شايفينه ده، دي الميه اللي احنا حاطينها هي اللي بتطلع. الميه بتتبخر والدقيق بتاعي بيتقل اهو. لونها اتغير كده يبقى استوت معانا، بس لسه فاضل يا دوبك حاجه بسيطه واعملها معاكم. انا ما قطعتش الفيديو خالص، يعني هي ما خدتش دقيقتين على النار. كده الفيديو من اوله لاخره، هي مش هتاخد معاكي دقيقتين على النار. كده يبقى احنا وصلنا للقوام اللي احنا عايزينه واللون الجميل اللي انت شايفاه كده. خلاص العجينه بتاعتنا استوت، هنطفي النار ويلا بينا بقى كده خلاص تمام. جينا على الرخامه بقى، كنت ماسحه الرخامه بتاعتي، وهاجي هنا اشكلها بقى الاشكال اللي انا عايزاها. اي شكل هنحبه هنعمله. اهم حاجه تنزلي بيها كده من الطاسه بتاعتك، من الحله، وتمسكيها هي وسخنه، وتضغطي عليها وتلميها. تحاولي تضغطي عليها وتلميها عشان لو في اي تكتلات دقيق او اي حاجه موجوده نطلعيها. تعمليها كده بصوابع ايدك وتطلعيها. انا الحمد لله ما لقيتش اي حاجه خالص، لقيتها مظبوطه وخدت كفايتها من هي وعلى النار. قلبتها كويس وعرفت اتحكمت فيها وقلبتها، فطلعت معايا حلو. انا هنا لازم اقلبها كده عشان تبقى حلوه العجينه بتاعتي وتديني ملمس ناعم كده. لو انت ما قلبتهاش كده وعملتيها بصوابع ايديكي هتبقى ايه، هتبقى خشنه. فانا هنا بنعمها، طبعا بعمل بصوابع ايدي شويه وبكف ايدي شويه لان هي سخنه مولعه. يعني انا خلصت الفيديو من هنا وصوابع ايدي اتحرقت من هنا. اهم حاجه تخلي بالك كده، تسيبيها تهدى شويه وبعد كده تشتغلي، مش لازم اول ما تنزل من على النار على طول. تمام كده خلاص، كده وصلنا للمرحله الحلوه وبقى الملمس بتاعها جميل كده جميل جدا. جبت النشابه وفردتها بقى، ما قلت اقصر معاكم. جبت النشابه وفردتها زي ما انتم شايفين كده. عايزه السمك بتاعها يكون رفيع، مش عايزه السمك بتاعها يكون عريض خالص، لان هي لسه فيها خميره فهتخمر معانا. تمام تمام. طبعا انا هنا الرخامه بتاعتي ما حطيتش زيت خالص ولا سمنه ولا اي حاجه. مفيش اي ماده دهنيه حطاها، لان العجينه بتاعتي فيها ماده دهنيه فمش هتلزق معايا. لو انا مش حاطه ماده دهنيه في العجينه بتاعتي فلازم تحطي على السطح اللي انت هتشتغل عليه، تحطي اي ماده دهنيه عشان ما تلزقش معاكي وتتعبك. بس انا عشان هنا مش حاطه فانا متاكده ان هي مش هتلزق معايا. جبت بقى كوبايه، تجيبي بقى كوبايه، تجيبي غطا برطمان عندك، تجيبي اي شكل موجود عندك اعملي بيه. عندك حاجه مكعبات، حاجه مثلثه، حاجه مدوره، حاجه مربعه، الشكل اللي انت عايزاه.
الشكل اللي هتعمليه هيطلع حلو وجميل من ايديكي. هاجي هنا بقى، هنا اجيب اي شكل برضو صغير. لو ما عنديش اي شكل خالص، مفيش اي حاجه موجوده خالص، غطا ازازه. انا عندي دوت اللي كان موجود بتاع الحلويات وعملته كده، لقيته قدامي. لو مش موجود كنت هجيب غطا ازازه وهشتغل. مش هقف على حاجه ومش هعطل نفسي. اي شكل هتعمليه هيطلع حلو. اهي. انا هنا فضلت الشكل ده عشان يبقى شكلها جميل ويطلع شكلها حلو. العجينه دي نفس العجينه بتاعه صواب، نفس العجينه بتاعه بلح الشام. يعني نفس القوام بتاعها ونفس الريحه ونفس الطعم، هي نفس العجينه بتاعه بلح الشام. بس احنا عاملينها بشكل مختلف. زيتنا بقى سخن. تسخني الزيت بتاعنا بس ما تسخنوش قوي. وما تقلقيش، هي اول ما تنزلي بيها مش هتحمر معانا. ليه بقى؟ اقول لك انا، تعالى اقول لك بقى انا ما حطيتش سكر في الخميره ليه. طبعا اكتر الاوقات بنحط سكر في الخميره لما بنكون ما بنحطهاش على النار. دلوقتي انا حطيت الحلو بتاعي على النار. انا لو حاطه معلقه سكر في الخميره كان زمانها دلوقتي اول ما حطيتها ادتني لون وغمقت معايا من قبل ما تستوي. فعشان كده انا ما حطيتش سكر في الخميره. الخميره بتاعتنا لما بتبقى بالميه بس وتيجي تسويها بعد كده بتدينا اللون الحلو الجميل ده. حاطين سكر فهتديكي لون محروق، هتتحرق منك وهتتلسع بسرعه، مش هتلحقي ان انت تقلبيها. حطي على وشها زيت كده عشان تنجزي في الوقت وتتحمر معاكي من فوق، وهي كمان عماله تتحمر من تحت. طبعا بعد ما الزيت بتاعي سخن انا هديت النار عشان ما تتلسعش مني. عشان تديني لون حلو وموحد وجميل تهدي عليها كده بالراحه وتبقى النار بتاعتك هاديه، عشان ما تتلسعش مننا وتبقى شكلها مش حلو. طول ما انت شغاله فيها كده تقلبيها عشان تديكي لون حلو ويبقى لون موحد، مفيش واحده متحمره او واحده محروقه او الكلام ده. لازم تقلبي كده طول ما انت واقفه. غمقيها شويه عشان لما تنزل الشربات بتاعك لونها يفتحها، فهتبقى مش حلوه. لما تبقى غامقه كده بيكون لونها احلى وشكلها احلى. خلاص كده طلعناها. طبعا انا حاطه نشا، النشا بتاعنا خلى الزيت بتاعي زي ما هو، ما قرمشه جامد من بره فما شربتش زيت معايا خالص. متقلقيش مفيش نقطه زيت، الزيت اللي هتحطيه هو الزيت اللي هيطلع. بصي شكلها جميل ازاي، شكلها جميل جدا. هنزل بقى بالكميه بس مش هكمل معاكم الكميه كلها. انا هحط ده بس وبعد كده هنزل بالشربات. طبعا انا حاطه الشربات بتاعي على النار قبل ما ابدا وبرد معايا خالص. هنزل بيه هو وبارد. تمام تمام. بص بقى انا بوريكي هنا اللي هي مقرمشه من بره ما فيهاش نقطه زيت. تمام تمام. الشربات بتاعنا عملناه ازاي؟ تعالي بقول لك عملته ازاي. المعيار اللي احنا عملناه قدامكم دوت هيبقى كوبايه سكر وكوبايه ميه ونص معلقه او نص ليمونه ومعلقه عسل كلوكوز. والعسل الكلوكوز لو ما حطيتهوش في الشربات بتاعنا ما بيديش اللون الجميل اللي انت شايفاه ده. عشان يديك لون حلو وجميل لازم معلقه العسل الكلوكوز. وتسيبيها 5 دقايق على النار. طلع معانا بقى، خلصت الكميه كلها وطلعت معانا الكميه الكبيره اللي انت شايفاها دي. كوبايه واحده اتعملت لنا احلى طبق وطعم جميل جدا وتحفه. وان شاء الله هتجربيها وان شاء الله هتدعي لي. وما تنسينيش بقى لو وصلتي لغايه هنا تعملي لي احلى اشتراك واحلى لايك وتكتبي لي كومنت حلو كده وتقولي لي حبيبه قلبي بتتابعني منين. بص بقى مقرمشه من بره وشاربه الشربات من جوه وشكلها تحفه. يعني هي بتتكلم عن نفسها وانا واثقه ومتاكده انك بعد ما تجربيها هتقومي تعمليها. ما تنسينيش بقى احلى لايك. يلا باي باي.